السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض القرص المحشية بالسكر والقرفة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتطلع بجد ناجحة من اول مرة 100%. عايزة اقول لكم بجد حاجة كده حلوة جدا تعمليها، اولادك هيحبوها. طبعا بنشتريها من بره بمبالغ غالية جدا، اما في بيتك هتعمليها باقل التكاليف وابسط الامكانيات، ومكوناتها موجودة في كل بيت. هتقدري تقومي وتعملي احلى قرص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بجد طالعة حلوة جدا. بصوا الجمال، طرية جدا وهشة. بصوا شايفين؟ اللهم بارك بجد. والحشوة من جوه عايزة اقول لكم في منتهى الجمال، حاجة كده ريحة وطعم، حاجة كده في منتهى الجمال، طعم وريحة وشكل. عايزة اقولكم بجد اللهم بارك ويحسن ما بين ايدينا. تنفع جنب كوباية لبن، جنب كوباية شاي، تفطري بيها كده. وطبعا بنص كيلو من الدقيق عملت 20 قرصة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو اشتريناها من بره هنشتريها بمبلغ غالي جدا. انا عملتها ما كلفتنيش 15 جنيه، يعني معظم المقادير والمكونات موجودة في كل بيت. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا. وقبل ما نبدأ الفيديو هنسمي بسم الله. اول حاجه كوبايه من الميه الدافيه، 3 معالق من النص كيلو دقيق، هناخدهم من النص كيلو دقيق، ودي طبعا اول تخميره زي ما اتعودنا بنحب نعملها. 3 معالق من السكر، وهناخد معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وده اللي هو الباكت بتاع الخميره. هسيبهم بقى لما يتفاعلوا مع بعض لمده ربع ساعه، وبعد كده هحط باقي المكونات. ربع كوبايه من الزيت، معلقه صغيره بيكنج باودر، وهحط معلقة كبيرة من الخل، وده طبعا محسن طبيعي لأي مخبوزات تعمليها. بعد كده هنزل بنص كيلو من الدقيق، بس مش هنزل بيه مرة واحدة، هبتدي انزل بيه تدريجيا، وهقلب بباقي المكونات اللي معايا كده، وهبتدي واحدة واحدة انزل بالدقيق بتاعي. طبعا هو خد معايا كوباية من المية، وطبعا ممكن ياخد اكتر من كده، وده بيختلف على حسب الدقيق بتاعك او نوعية الدقيق. كده انا خلاص بقى ابتديت اعجنها لحد ما بقت عجينه ملساء اهي معايا كده ما شاء الله. هبتدي بقى اعجن فيها لمده 10 دقايق، وهبتدي ان انا افضل اعجن فيها لحد ما الاقيها طريه وملساء في ايديا. هسيبها بقى تخمر لمده ساعه او ساعتين. انا بصراحه سبتها ساعتين لاني بحب العجينه تاخد وقتها في التخمير، طبعا عشان الجو بارد فبتاخد مده اطول في تخميرها. كده ما شاء الله اتضاعفت معايا، وهبتدي بقى اطلع الهواء، وهعملها زي صباع فينو كبير، وهبتدي بقى اقطع على الحجم اللي انا عايزاه. طبعا انا قطعتها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب اقطعها كده كلها مره واحده، وبعدها ببتدي ان انا اظبطها. كده اهو انا عملتها 20 قرصه زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا الم العجينه واكورها بايدي كده حركات دائريه لحد ما العجينه تبقى ملساء وبالشكل ده اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. مفيش اسهل من كده. ببتدي ان انا اخد العجينه وافردها على ايدي، وبعدها بلمها واكورها بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحده اهو. بصوا شايفين الجمال؟ ما شاء الله العجينه طريه ولينه معايا لاني واخده حقها في التخمير اهو يا حبايبي. هبتدي بقى اعمل الكميه دي كلها بنفس الطريقه، وبعد كده هسيبهم بقى برضو يخمروا كمان. اي حاجة بنشكلها في العجينة لازم نسيبها ترتاح برضو مدة عشان خاطر احنا شكلناها. انا كده اهو هسيبها بقى لمدة ربع ساعة. كده بعد ما سيبناها خمرت ما شاء الله ارتفعت معايا وبقت هشة جدا. هنجيب بقى الحشوة اللي في النص، 3 معالق من السكر ونص معلقة من القرفة. انا حباها ان هي تكون رشة خفيفة. لو انت بتحبي القرفه زودي عن كده، لو ما بتحبهاش او ملكيش فيها قوي خليكي في نص معلقه. انا كده اهو ببتدي بقى ان احط نص معلقه صغيره من الحشوه بتاعتي، وببتدي اقفل عليها اهو بالشكل ده، وهلفها كده بحركات دائريه، وبعدها اديها تبطيطه خفيفه بالشكل ده اهو يا حبايبي. مفيش اسهل من كده. بصوا اصلا العجينه هشه جدا وبتتفرد معايا بكل سهوله. باخد اهو نص معلقه من الحشوه. طبعا لو القرصة اكبر من كده بتزودي، لو انت برضو حابة تزودي الحشوة عن كده تمام، بس ده المقدار مظبوط وطلع معايا مظبوط لان انا عاملة القرصة مش حجمها كبير اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وبديها تبطيطة خفيفة بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة. بصوا ما شاء الله العجينة بوريها لكم بجد حاجة كده قطنية وهشة جدا. بصوا بشاور لكم عليها وبوريكم ان هي فعلا هشة جدا اهو اللهم بارك. ببتدي كده ان انا احط الحشوة والفها كده اهو بالشكل ده، وبجيب بقى صاج بكون دهناه مادة
دهنيه كده خفيفه، دهنه زيت، وبحط عليها القرص بتاعتي بالشكل ده، وبسيب مسافه لان برضو بتخمر وبتعلى معايا. حبيت اوريكم واحده عن قرب اهو، بصوا ما شاء الله بتتفرد ازاي بكل سهوله. كده حبايبي خلصت الكميه اللي معايا بقى، بجيب ميه واكون مدوبه فيها سكر، وببتدي ادهن الوش بتاع القرصه معايا بالشكل ده. طبعا انا عشان هرش على وشها سمسم، لو حابه انت تعمليها ساده بنجيب معلقه من اللبن على معلقه من النسكافيه، وببتدي ان انا ادهنها وبدخلها الفرن. بس انا عشان عاملاها بالسمسم فعملتها بميه بسكر كده، وهبتدي اجيب السمسم بقى من فوق الوش، وهبتدي ان انا ارشه كده على وشها اهو. يا حبايبي خطواتها سهله جدا، تقدري ان انت بقى تقومي لو عندك نص كيلو من الدقيق وتعملي احلى قرص في البيت وتدفي بيتك بقى وتمليه بالخير. بجد مش مكلفه خالص، لان كمان بنعملها بالزيت مش بالسمنه. طبعا لو حابه تعمليها بسمنه او زبده بتنفع بنفس الطريقه، بس انا بصراحه عملتها بالزيت، وعايزه اقول لكم طالعه في منتهى الجمال. كده دخلتها بقى الفرن على درجه حراره 180، وطبعا انا فرن عندي مروحه فما بحطهاش في شوايه. لو انت بقى ما عندكيش مروحه بنشغل عليها، واول ما تاخد لون من تحت بنبتدي نرفعها في الشوايه لمده 5 دقايق، وبعد كده بنطلعها. وده شكلها بقى النهائي. بصوا اللهم بارك، بجد حاجه كده في منتهى الجمال. بصوا من جوه عامله ازاي، هشه جدا وطريه. وعايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت بجد، القرفه ريحتها فظيعه في قلبها، وكمان طعمها حلو جدا. وكده يا حبايبي بقى ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بقى بلايك حلو وتعليق بيفرحنا من قلبكم، ولو حابين اي وصفة اكتبوها لنا في التعليقات. وان شاء الله انتظرونا في الوصفة الجديدة، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.